عايزاكي تقولي كده للماميز اللي عارفين دلوقتي ان هم حامل في توأم، ايه هي الحاجات المهمة اللي لازم يشتروها؟ يعني طبعا هيشتروا الحاجات الاساسيه لكل طفل، اللي زي هو ايه؟ نجيب الببرونات، نجيب التيتينا، كل الحاجات دي مهمه. غير بقى للتوأم بالذات محتاجه نجيب سريرين، مش سرير واحد، هو لازم سريرين لكل واحد فيهم يعني لو في امكانيه. والحاجه التانية ان احنا نجيب العربيه البيبي السترولر، يعني يا ريت يبقوا اتنين ورا بعض او جنب بعض على حسب الاريح. والحاجه التالتة ان لو في عربيه طبعا محتاجين اتنين كار سيتس. طيب انت نقلتينا كده لموضوع مهم جدا وهو السترولر. في تو اوبشنز، الاثنين اللي ورا بعض او اللي جنب بعض، انت عملتي ايه وتجربتك كانت ايه وانهي افضل فيهم؟ انا بالنسبه لي جربت الاول اللي ورا بعض، وبعدين أوكي. اكتشفت ان اللي جنب بعض احسن. مهم. لانه اللي ورا بعض في حاله ان الاتنين قد بعض بتبقى صعبه، لانه اللي ورا بتتفرد، اللي قدام ما بتتفردش. مهم. فلو هما بيبس خالص انتوا محتاجين الاتنين يتفردوا، فمحتاجين تجيبوا اتنين. أوكي. الحاجه التانية لما بيكبروا شويه بيتخانقوا، انا عايزه اقعد قدام، لا انا اللي عايزه اقعد قدام، فاحنا نجيب الاتنين اللي جنب بعض. عيبها الوحيد ان هي بتكون كبيره في المشي، فبتاخد مساحه اكبر، وكمان في العربيه مساحتها بتبقى اكبر. مخدة الرضاعة نجيب واحدة سنجل ولا دبل؟ لا انا رايي نجيب دبل، لان السنجل بتبقى الواحد بس، كده كده الدبل مش هتخسر حتى لو هتستخدميها الواحد بس دلوقتي. جربتي الشيالة ولا لا؟ جربتها. طيب بيبقى في اساسا واحدة مخصصة للتوينز ولا هي اساسا بتاعة الطفل الواحد وانت بتجيبي اتنين مثلا؟ لا هي في واحده مخصصه للتوينز، بس انا ما جبتهاش الحقيقه، لان هو حمل تقيل شويه انك تشيلي ظهرك اتنين مره واحده. هينتهي. انا جبت واحده وكنت بشيل واحد في الوقت الواحد، وممكن بابا بقى يشيل التاني لو حد معايا كده يعني. نيجي بقى لحالة الطوارئ، لما بعد الشر حد من الولاد بيعيا بتتصرفي ازاي علشان خاطر اللي يعني تفصليهم عن بعض عشان ما يعدوش بعض؟ لا بسيبهم يتعيدوا بقى خلاص، يعني انا عارفه مصيرهم، هما كده كده هيتعيدوا. الموضوع بيكون صعب. فمعلش يعني كلنا نتعيد دي مره واحده احسن ما نقعد واحد ورا التاني. يشتغلوا عليكي. بالظبط.